الطاعون الأسود، الإنفلونزا الإسبانية، الإيبولا، الكورونا، سارس، إنفلونزا الطيور والخنازير. كل ده عبارة عن مراحل، تجارب، تصفيات. يا ترى ليه كل فيروس بيجي في وقت معين في توقيت اقتصادي حساس؟ وليه دايما بيدمر الشعوب الفقيرة والدول اللي مش تحت السيطرة؟ يا مساء الغموض ويا صباح الأسرار. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة، لو انت أول مرة تنورنا في القناة، دوس لايك جامد كده واشترك وفعل الجرس وسيب كومنت حريقة تحت تقول فيه رأيك، عشان احنا بنقرأ كل حرف منكم وبنرد على الناس اللي بتدعمنا بكل حب. وشكر خاص بجد لكل الناس الجامدة اللي بتشوف فيديوهاتنا واللي بتبعتهم لأصحابهم. وانت بقى انت لو بتحب الغموض ونفسك تكشف أسرار العالم، دوس شير دلوقتي على الواتساب وابعته لصاحبك الفضولي وقول له بص القنبلة دي. انت دلوقتي مع هاروت اكس، قناة بتكلمك عن اللي محدش عايزك تعرفه. نخش بقى في المهم. عارف الطاعون الأسود، المرض اللي مسح نص أوروبا في القرن ال14؟ الناس كلها كانت فاكرة إنه مرض طبيعي، بس فين الطبيعي في مرض بيقتل 200 مليون بني آدم؟ يعني تقريبا عدد سكان العالم وقتها كان بيخلص خلاص. طب مين اللي استفاد؟ وهنا بقى لازم نفك اللغز. في نظرية مرعبة بتقول إن فيه قوة خفية، قوة ماسونية كانت بتمهد من زمان لفكرة اسمها المليار الذهبي. يعني إيه؟ يعني العالم لازم يقل سكانه ويوصلوا لمليار واحد بس. الصفوة، النخبة، هم بس اللي يعيشوا ويتحكموا في الباقي. تعال نربط النقاط. الطاعون الأسود، الإنفلونزا الإسبانية، الإيبولا، الكورونا، سارس، إنفلونزا الطيور والخنازير. كل ده عبارة عن مراحل، تجارب، تصفيات. يا ترى ليه كل فيروس بيجي في وقت معين في توقيت اقتصادي حساس؟ وليه دايما بيدمر الشعوب الفقيرة والدول اللي مش تحت السيطرة؟ مش غريبة؟ في وثائق قديمة بتقول إن فيه تجارب بيولوجية كانت بتتعمل سرة من أيام الحرب العالمية وقبلها كمان. وفيه منظمة ماسونية قديمة جدا كان عندها القدرة توزع أمراض في الماء والهواء حرفيا، واستخدموا حاجات شبه البراغيث والقوارض كوسيلة نشر. يعني الطاعون الأسود ما كانش عشوائي، ده كان مرسل. تعال ارجع بالزمن شوية. اللي بيقولوا عليه الموت الأسود بدأ في آسيا وانتقل لأوروبا عن طريق السفن. بس الغريب إن السفن دي كانت بتمر بمواني معينة تحت سيطرة تجار معروفين بانتماءاتهم الغامضة. وتقارير زمان بتقول إن في أكياس فيها مواد مشبوهة كانت بتترمي في المية. وده مش بعيد خالص عن اللي بيحصل دلوقتي من فيروسات بتطلع فجأة وتضرب العالم كله. ودايما الضحايا من الشعوب الغلبانة، مش الأغنياء ولا رؤوس السلطة. فاكر لما الكورونا بدأت قعدنا نقول خفاش وسوق سمك؟ ونفس القصة بتتكرر من أيام الطاعون. يرموا السبب على حاجة بسيطة والناس تصدق، بس تحت الترابيزة في خطة قديمة لتقليل عدد سكان العالم وتدمير المجتمعات اللي ممكن تقوم تاني وتفوق. خلاصة الكلام، الطاعون الأسود ما كانش وباء طبيعي، ده كان بروفة قديمة جدا للي بيحصل دلوقتي. وفي جهات ماسونية كانت دايما بتجرب وتشوف رد فعل الشعوب وتتحكم في عدد السكان عشان يوصلوا للحلم الكبير، عالم فيه مليار واحد بس والباقي يمسح. لو لسه معانا لحد هنا فانت من الناس الواعية اللي بتفهم. اكتب في الكومنت أنا ضد المليار الذهبي، وخلينا نشوف جيشنا العقلي عامل ازاي. وما تنساش اللايك والسبسكرايب وفعل الجرس وساهم معانا في نشر الوعي، وشير الفيديو ده لصاحبك اللي دايما بيسأل هو فعلا في ناس بتتحكم في العالم؟ احنا قناة هاروت اكس وبنفكرك ان اللي انت شايفه مجرد سطر.
تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.